في فيديو النهارده هنعمل كوكيز الاصلي، كوكيز امريكانا بس بجد بالشوكولاته البلجيكي ومنقول في حته تانية خالص. هخليكي تعمليه بس بتركات هتخليه ينجح معاكي من اول مره. يلا بينا نشوف الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. اول حاجه هنا معايا 200 جرام من الزبده بس تكون سقعانه، ومعايا كمان السكر البني يا جماعه موجود عند اي مستلزمات حلويات. انا جبت السكر البني اصلا عشان ما رضيتش ان انا احط فيه طبعا معلقه عسل علشان يدي الطعم الصح للكوكيز الاصلي. معايا 90 جرام من السكر البني و90 جرام من السكر الابيض، وكمان معايا هنا الشوكولاته البلجيكي اللي احنا هنحشي بيها الكوكيز بتاعنا. طبعا الشوكولاته دي يا جماعه مش من هنا، طبعا لو انت حابه تبدليها ممكن تبدليها بسمنه كراميل. ده البيكنج باودر اللي انا بستخدمه، وممكن يكون متواجد زيه نفس العلبه البيكنج صودا، بس طبعا انا استخدمت هنا نوعيه الدريم لان ما كانتش موجوده نفس النوعيه دي، بس طبعا نوعيه الدريم برضو كانت حلوه جدا. ومعايا كوبايتين وربع من الدقيق. انا استخدمت هنا دقيق جميع استعمالات، لو انت حابه طبعا تستخدمي اي دقيق متواجد عندك مفيش اي مشكله، بس يكون جميع استعمالات، او لو للكعك والبسكوت مفيش اي مشكله. حطينا هنا الزبده بقى بتاعتنا في البوله زي ما انتم شايفين كده، وهحط عليها ال 90 جرام من السكر الابيض و90 جرام من السكر البني. نمشي يا جماعه على الخطوات بالظبط علشان يطلع معاك الكوكيز ناجح لاول مره. حاجه كده قرمشه من بره وجوسي جدا من جوه، وكمان بالنسبة للشوكولاتة منقول في حتة تانية خالص، علشان بصراحة بالشوكولاتة البلجيكي بجد الطعم في حتة تانية خالص. طبعا بالمضرب السلك او المضرب الكهربي او العجان بتاعنا ضربنا السكر مع الزبدة. وبعد كده كمان طبعا نسينا نقول في المكونات طبعا بيضة واحدة يا جماعة مش اكتر من كده. ضربنا معاهم البيضة وزي ما انتم شايفين الخليط بتاعي بقى بالشكل دوت. طبعا نمشي بالظبط على الطريقه والمقادير عشان يطلع معايا ناجح لاول مره. بحط معلقه صغيره من البيكنج باودر والبيكنج صودا، بنعمل تعادل يا جماعه بين الاتنين، البيكنج باودر والبيكنج صودا لازم الاتنين يبقوا قد بعض. وما ننساش كمان ممكن نحط رشه ملح زي ما انتم شايفين كده. وبقلب كل المكونات الجافه كده مع بعضها، وبعد كده هبتدي ان انا احطها طبعا على الخليط بتاعي. لو انت حابه تضاعفي المقادير عشان تطلعي كميه اكبر من كده طبعا هنضاعف المقادير بتاعتنا. كوبايتين وربع من الدقيق زي ما انتم شايفين كده، بحطهم على الخليط بتاعي وبرضو بضربهم بالعجان بتاعي او المضرب السلك. طبعا زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتي بيبقى فيها نسبه تلزيق شويه، تركايه كمان حلوه علشان تبقى مظبوطه معانا. انا حطيته هنا في التلاجة لمده ربع ساعه يرتاح، وبعد كده ابتديت ان انا اشتغل فيه. بس ما ننساش ان احنا نكون مسخنين الفرن بتاعتنا على درجه حراره 180، هياخد 14 دقيقه بالظبط. اكتر من كده لا يا جماعه علشان ما يطلعش ناشف معانا قوي.